من مشاهير علماء المسلمين. هو أبو أحمد بن محمد بن عثمان الأسدي المعروف بابن البناء المراكشي. ولد بمراكش في المغرب في عهد الدولة المرينية في القرن السابع الهجري. قضى أغلب فترات حياته في مسقط رأسه في مراكش، ولذا نسب إليها، وبها درس النحو والحديث والفقه، ثم ذهب إلى فاس ودرس الطب والفلك والرياضيات. كان من أساتذته ابن مخلوف السجلماسي الفلكي وابن حجلة الرياضي. وقد حظي ابن البناء بتقدير ملوك الدولة المرينية في المغرب الذين استقدموه إلى فاس مرارا، وتوفي في مدينة مراكش عام 721 هجري الموافق ل 1321 ميلادي. كان عالما مغربيا جليلا، برز بشكل بارع في الرياضيات والفلك والطب، وكان متفننا في علوم جمة كالفلك والعلوم الخفية. أسس ابن البناء المراكشي مدرسة علمية مهمة في المغرب، أكبت على مدى قرون على تدريس مؤلفاته وشرحها وتداولها في مختلف جامعات العالم. أطلق اسمه مؤخرا على فوهة بركانية على سطح القمر. نشأ ابن البناء المراكشي منصرفا إلى العلم، فنبغ في علوم شتى، وأكسبه اشتغاله بالرياضيات شهرة عظيمة بين معاصريه. اشتهر ابن البناء بإيضاح النظريات الصعبة والقواعد المستعصية في الحساب، وقام ببحوث مستفيضة عن الكسور، ووضع قواعد لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها، وقاعدة الخطأين لحل معادلات الدرجة الأولى والأعمال الحسابية. وأدخل ابن البناء بعد التعديل على الطريقة المعروفة بطريقة الخطأ الواحد، ووضع ذلك على شكل قانون. وقد تفوق ابن البناء على من سبقه من علماء الرياضيات من العرب في الشرق، وخاصة في حساب الكسور. واشتهر ابن البناء بالاعتماد على الأرقام الهندية الغبارية المعروفة في الغرب بالأرقام العربية، كما اشتهر بالجوانب التطبيقية الحسابية، وذلك خلال أعماله التدريسية والتأليفية. كان ابن البناء المراكشي عالما منتجا مثمرا، فقد أخرج ما يفوق على 70 كتابا ورسالة في ميادين شتى: العدد والحساب والهندسة والجبر والفلك والتنجيم. وترجم العديد من هذه الكتب إلى اللغات الأجنبية. فرحم الله ابن البناء المراكشي.